جمهور الاهلي زعلان وغضبان ومتضايق، زعلان وغضبان ومتضايق. طب من ايه؟ كل ده عشان وسام ابو علي هيمشي وهيسيب النادي الاهلي؟ ما هو ده اللي انا قلته لك. اصبر لغايه كاس العالم ما يخلص وانت هتشوف اللي انت عملته مع احمد سيد زيزو اللعيبه هتبص له ازاي. وده اللي حصل. مشي حمزه علاء، مشي كمان اكرم توفيق، مشي كمان رامي ربيعه، وهو بيمشي وسام ابو علي، ولسه كوكا كمان عايز يمشي، واحمد عبد القادر في كلام ان هو عايز يروح نادي الزمالك. كل ده بسبب زيزو اللي اول ما دخل النادي الاهلي انا حسيت بعظمه. ما انت لازم تحس بالعظمه، ده انت واخد 160 مليون. ده الرقم بس بيفرحني، امال الرقم اللي انت بتاخده ده ال 160 لما هتمسكهم في ايدك هيعملوا فيك ايه؟ لازم تحس بعظمه ال 160 مليون، مش عظمه نادي ولا نسر ولا تاريخ. مفيش الكلام ده، وده اللي مضايق جماهير النادي الاهلي. طب انت متضايق من ايه؟ انت فاكر الموضوع نسر والتاريخ وروح الفنه الحمراء؟ لا طبعا، الموضوع فلوس. انت بتجيب اللعيبه من فرق تانية عشان بتديها فلوس اكتر، اللعيبه برضو عندك هتمشي عشان تروح فرق تانية عشان فلوس اكتر واكتر. اوعى تفتكر ان مفيش غيرك بيدفع فلوس، لا، انت بتدفع مليون هيجي فريق يدفع لعيبتك 2 و3 مليون. وزي ما انت بتاخد اللعيبه بكباري هيجي برضو فرق تعمل فيك نفس الكباري. بس يمكن نادي الزمالك ما عندهوش موضوع الكباري ده عشان يعمل كده مع احمد عبد القادر. بس سواء احمد عبد القادر جه نادي الزمالك او ما جاش، مسيره هيمشي من النادي الاهلي. كل ده عشان البالونه اللي انت نفختها وهي بتفرقع في وشك.